هل نستخدم السي في تمبلت في 2023 وفي الوضع اللي حاصل حوالينا ده من ظروف اقتصاديه ولا لا؟ يا هلا ويا مرحب، انا اسمي ميلودي عبده، وانا هنا بتكلم عن كل ما يخص التوظيف او الشغل في العموم، من حيث كتابه السي في للتحضير للانترفيو، للحصول على الترقيات، للتعامل مع المديرين او الزملاء العمل في العموم، لتسهيل الرحله. اوكي، عشان نجاوب بقى على نستخدم السي في تمبلت في 2023 ولا لا، ده يعتمد على احنا هنستخدم هذا السي في ازاي اساسا، لانه طبعا في اللي حاصل حوالينا ده الشركات هتبقى بتدور اكتر على الانسان اللي يعرف يظهر مهاراتها او يعرف يظهر هو بوجوده في الشركه دي هيقدر يساعدهم يعني يجيبوا فلوس ازاي، لانه زي ما احنا شايفين الليكويديتي فكحالات نقدر نستخدم فيها السي في تمبلت عادي واحنا فخورين بنفسنا، مفيش اي حاجه. لو احنا بنقدم من خلال اصدقائنا مثلا، بمعنى لو انا ليا زميله او زميل شغالين في شركه معينه والمدير بتاعهم عنده مكان فاضي فعايزين حد يجي يشتغل، فحد منهم رشحني، وشويه كده السي في ده هيبقى انه الراجل بس يبص على حاجه بعينه لان هم حاكين له على كل حاجه. تاني حالة ممكن نستخدم فيها السي في تمبلت واحنا مش خايفين من اي حاجة، هي لو احنا هنطبع السي في ورقة وننزل نعدي على المكاتب والشركات ونديهم نسخ منه. اوكي اتس فاين، حتى ممكن يبقى شكله مثلا اتراكتيف او حاجة which is better. طب هو اساسا الخوف من ايه؟ يعني انا ليه بقول ما حدش يستخدم او حاجتين؟ اولا اني بعض الابليكنت تراكنج سيستمز اللي الشركات بتستخدمها بحيث ان هي تسكرين سي فيز الناس المتقدمة الكتير دي، بعض هذه السيستمز مش بيقدر يعني يفلتر التمبلتس كويس او مش بيديها سكور عالي، فبالتبعيه تشانسز ان انا ابقى ريجكتد من السيستم قبل ما اوصل للبني ادم المسؤول عن التعيين اصلا بتبقى شويه كبيره. فهنريسك ليه؟ وبرده في ملحوظه تانية كده عامه، انا لو قاعده في الشركه بقالي كتير دي ممكن تبقى سنتين، وجات لي فرصه اني اقدم لاساينمنت او بروموشن او ترقيه او حاجه، هيعملوا ايه ساعتها؟ هيقوموا مطلعين الفولدر بتاعي اللي موجود عندهم في الشركه اللي انا مقدمه بيه، ولو انا مقدمه بسي في تمبلت ما حدش هيجي يقول لي ابديت السي في بتاعك، هم هياخدوه زي ما هو كده فاضي ما فيهوش اي حاجه ويدوه بقى لرئيس مجلس الاداره، ولا شوفوا مين اللي هيبقى مسؤول عن ان هو يسكرين الناس اللي هتدخل دي. احنا عايزين حاجه تعكس مهاراتنا فعلا، تعكس احنا قدمنا ايه للشركه، او بلاش قدمنا ايه الشركه دي هم هيبقوا عارفينها المفروض لان في تقارير وكده، بس انا قصدي يعني تعكس مهاراتنا الحقيقيه، احنا اكتسبنا ايه وايه اللي احنا نقدر نفيد المكان فيه برضو، بحيث ان فرصنا احنا في الحصول على الترقيه تبقى شويه مسنوده او اعلى عن باقي المتقدمين. ثالث حاله ممكن ان احنا نستخدم فيها السي في تمبلت بطلاقه جدا، الريدي ميد سي في تمبلت، هي لما تكون الاعتماد في ان هم يفهموا مهاراتي مش على السي في اكتر ولكن على حاجات تانية، زي مثلا البورتفوليو او سابقة الاعمال او اي حاجة من الحاجات دي. لكن فلنكن واقعيين، كتابة السي في امر شاق وصعب وانا مدركة لده، عارفة خلاص. لذلك انا عندي الحل يا جماعة، لا تقلقوا. تم تصميم سي في تمبلت تتماشى مع الطريقه العاديه اللي بنكتب بيها السي في، مش التمبلت اللي هو المودرن او الريدي ميد ده. عارفين لما بنيجي نعمل سي في كده الطريقه العاديه الصعبه دي، تم تصميم السي في تمبلت وفي انستراكشنز جواه وفي امثله هنا اكتب ايه وازاي وهنا اكتب ايه وازاي واشمعنى وعشان ايه وما الى ذلك، بالفونت بالسايز بكل حاجه. وورد دوكيمنت 100% كاستمايزبل، ابليكنت تراكنج سيستم فريندلي، اكيد متاح كفري داونلود، بحيث ان احنا يعني نسهل على بعض شويه الموضوع، كده عدائي قوي مش ناقصه يعني. امكانكم ان انتوا تعملوا له داونلود من الويب سايت عندنا، هحط اللينك في الديسكربشن بوكس، بليس الداتا اللي مكتوبه بالداتا بتاعتكم مع تويست كده عشان توصلوا معلومه حلوه. وطبعا الجمله الممله جدا رجاء سبسكرايب وفولو وكومنت وجو السوشيالز هنا يوتيوب ويب سايت وكل حته يعني ممله. اوكي، اشوفكم على خير المره الجايه، شكرا لحسن الاستماع، واراكم تاني ليه؟ عشان انا ممله. فحقا لو حضراتكم عايزين تعملوا السي في او تعملوا له ابجريد او حاجه، وحاسين انه من كتر ما الموضوع تقيل انتوا سايبين الموضوع بقاله 20,000 سنه، here is your answer, here is your solution. Download the free template. Au revoir.